يلا بينا نحضر ماتش الزمالك وبيراميدز. طبعا اول ما هتدخل هتحس بشتان الفارق بين جمهور الزمالك اللي موجود دلوقتي وجمهور الزمالك اللي كلنا عارفينه، اللي مقاطع الماتش ده وكلنا عارفين مقاطع ليه، وقصه كبيره ممكن نتكلم فيها. فانا في البدايه كده عايز اسالكم، هل انتوا مع القرار ده، مع قرار مقاطعه الماتش؟ الزمالك كلنا عارفين مؤخرا هو بيلعب بجمهوره بس، زي ما كلنا عارفين الزمالك جمهور موجود الزمالك بيكسب، جمهور مش موجود الزمالك ربنا يسترها عليه. انا مش هقول لك رايي هو المفروض يبقى موجود ولا مش موجود، عايز اعرف رايكم انتوا، هل الوقت ده كان جمهور الزمالك لازم يبقى موجود فيه ولا لا؟ يعني ده مثلا اقصى تشجيع ممكن تاخده من جمهور الزمالك النهارده، بصراحه كتر خيرهم ان هم نزلوا وحجزوا وجم ماتش زي كده. 20 دقيقة من الشوط الأول لحد دلوقتي هجمات رايحة جاية، بيراميدز أخطر شوية بس الزمالك موجود برضه. 30 دقيقة الريتم هدي فيهم شوية، الجو بقى أسقع شوية، بس بزيرة بيتعمل عليه فاولات كتير جدا. خلص الشوط الأول تعادل 0-0 بين الزمالك وبيراميدز، وأنا حاسس إن الماتش ده هيتقفل على كده تعادل. لعيبة الزمالك بتعترض وشكلهم عايزين ضربة جزاء، والحكم راح للفار. يا ترى هيحسب ولا مش هيحسب؟ ضربة جزاء للزمالك. الأول للزمالك، ودي وجعاني بالراحة في احتفالات. دقيقة دلوقتي 73 من الماتش. بالنسبة لي اللي بيعمله الزمالك ده حوار غريب قوي، الزمالك هو اللي ضاغط وهو اللي أحسن من بيراميدز حتى وهو متقدم. بنلعب في الدقيقة 85 وبيراميدز حاليا هوب ضاغط ضغطة بنت لذينة على الزمالك. خلص الماتش الزمالك بيكسب، الزمالك بيكسب كل الظروف، حتى جمهوره اللي ما كانش موجود النهارده بشكله الطبيعي الزمالك بيقدر يكسب النهارده، واحتفالات هستيرية في الملعب.